السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض العيش باللحمه بطريقه البيتي بقى الجميل كده. العيش باللحمه اللذيذ جدا، احلى بكتير من اللي بتشتريه من بره. لو جربتي الطريقه دي مش هتبطلي تعمليه في البيت. بصوا جميل جدا جدا، طري جدا. بصوا ما شاء الله، العيش حلو، اللحمه بصوا مظبوطه، كل حاجه فيه حلو كده. مش بتلاقيه زي بتاع بره، بتلاقي بره ما بتلاقيش فيه عيش ولا تلاقي فيه لحمه. بصوا ما شاء الله جميل ازاي. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. بصوا ما شاء الله طري ازاي وطيابه حلو جدا. بصوا مقادير مظبوطه وهتعمليه في البيت بكل سهوله. تعالى اقول لكم ازاي. انا جبت هنا 2 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم رشه ملح كده، ودي معلقه من الخميره. هحط عليها شويه معلقه سكر كده وشويه ميه دافين، واسيبهم كده ايه على جنب كده. تخمر كده الخميره. يبقى اول حاجه كده رشيت شويه ملح على دي، وبعدين حطيت الخميره تخمر كده على جنب، وحطيت هنا كان عندي شويه لبن رايبين. استخدمي اللبن رايب، بيخلي العجينه جميله جدا جدا جدا. وبعد ما تحطي شويه من اللبن رايب كده، زودي بقى ميه. الميه تكون دافيه عشان تسرع من الخمر وكده. زي ما شايفين كده بدات اعجن اهو. يعني لو ما عندكيش لبن ممكن تستخدمي زبادي، بيخلي طعمه حلو جدا جدا. احنا محتاجين بس كوبايه من اللبن الرايب او كوبايه من الزبادي خلاص. وتحطي الباقي ميه عادي، ميه دافيه خلاص. وبزود الميه كده بالتدريج زي ما انتم شايفين كده لحد ما العجينه تلم معايا. حسب بنديه ما ياخد معاكي هتلمي. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده، بحط الميه بالتدريج. خلي بالك وانت بتحطي عشان الخميره. بصوا الخميره هنا كانت خمرت اهي، ببدا انزل بالخمير اهو. هبدا اكمل عجن. انا هنا عجنت بايديا، ما رضيتش استخدم العجان عشان يبقى كل حاجه واضحه قدامكم. ما سرعتش اي خطوه عشان تشوفوا الحاجات بالتدريج كده. لو اي حد اول مره يعجن زي ما انتم شايفين كده، لميت العجينه وفي الاخر خالص بعد ما لميتها حطيت عليها شويه زيت. يبقى الزيت ده بنحطه في الاخر خالص بعد ما تلمي العجينه. زي ما انتم شايفين كده اهي العجينه بقت مظبوطه معايا كده اهي. طبعا بتعرفي ان العجينه كويسه ازاي؟ ان انت وانت بتعجني كده تلاقي ان العجينه ما بقتش تلزق في ايدك، وتلاقي انها بتلم كده، ما بقتش تلزق وتلاقيها بتلم. هنا كنت خلاص عجنتها. بصوا كده العجينه، بصوا بوريكم سمكها عامل ازاي. هنا لسه ما خمرتش، انا كده سيبها تخمر كده زي نص ساعه. احنا في الحر كده بتخمر بكل سهوله. واغطيها كده واسيبها تخمر خلاص. هوريها لكم بقى بعد ما تخمر. هنا بص ما شاء الله خمرت ارتفعت ازاي اهو. هبدا بقى اقطعها كده، بحط شويه زيت وابدا اقطعها اهو. قطعيها بقى كور كده حسب ايه انت عايزه تعملي حجم العيش باللحمه قد ايه. عايزه تعمليه كبير، حسب عايزه تعمليه صغير، حسب الحجم انت عايزاه قطعي. انا هنا عاملاه متوسط كده زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى ايه، بحب اعمل العيش ان هو يكون طويل كده بحيث ان هو يبقى سهل للاطفال يمسكوه كده اهو. بحط تحتيها بس شويه من الزيت. احنا ما كترناش الزيت في العجنه عشان احنا بنبططوها كده على زيت، يعني نفردوها على زيت زي ما انتم شايفين كده اهو. هقطع بقى الكميه كلها، بحاول اخليهم متساويين يعني في الحجم، بحيث ان انا لما اخليها تطيب تبقى ايه، تاخد نفس الطياب خلاص. محضره بقى الصواني اللي هعمل فيها كده، وهبدا بقى على الصينيه اللي انا عملت فيها دي، وهبدا ايه افرد. بفردها عادي كده بايديا، بتروح فردها زي ما انتم شايفين كده اهو. وتروحي حاطه اللحمه. بس انا هنا ما كنتش ملاحظه ان الكاميرا مش بتصور صح، ما كنتش مدققه. هحاول اشوف كده اقرب منها. تفردي كده بايديكي عادي كده. بعد ما بتفرديها كده بتكوني مجهزه اللحمه طبعا، اللي انت حاطه عليها بصل وملح وفلفل، ونكونوا حاطين على توم يعني حسب كميه اللحمه اللي انت عندك. بتكوني حاطه عليها البصل والملح والفلفل وبهارات اللحمه. وبتكوني ايه، مش يعني اللحمه تكون نيه، بنبدا نحطها كده في العجينه اهو. بس بنروح حاطين عليها بصل وملح وفلفل وتوم، ونروح ايه حاطينها كده فردينها كده كميه كده، فردينها كويس، ونروح ايه لمينها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده اهو. بلمها كده زي ما انتم شايفين كده، بروح احطها على طول في الصينيه. طبعا الصينيه لازم تدهنيها زيت قبل ما تحطيها، وبعد كده بتعمليها بالشوكه كده عشان ايه ما يرتفعش قوي زي ما انتم شايفين كده. بعملها كده بالشوكه عشان ما ترتفعش قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ده شكلها. تحطيها بقى في الفرن. تقدري تعملي بقى الكميه كلها، تفرديها على الصينيه كده وتعمليها كلها كده وايه، وتعمليها بالشوكه اهم حاجه عشان ما ترتفعش. افردي العجينه عادي على الزيت، وبعد كده حطي اللحمه، وبعد كده قفليها بالشكل اللي انت عايزاه، وبتبقى طعمها جميل جدا. نحطها كده، نحط كل رغيفين كده في صينيه، وتحطيها بقى في الفرن، ولما تطلع بقى بتبقى جميله جدا. هنا بعد ما طيبتها، ده شكلها بعد ما طيبتها. بصوا ما شاء الله جميله ازاي. بصوا اهو شايفين، بصوا جميل جدا جدا جدا. هقطعه كده واوريها لكم. ما بياخدش وقت في العمايل، وحلو جدا، الاطفال كلها بتحبه. طبعا دلوقتي بقى عيش اللحمه بتشتري من بره بقى مكلف جدا. بصوا ده حاجه كده موفره في البيت، تقدري تعمليها بكل توفير، وطعم حلو وحاجه ضمنها كده في البيت. جربوا الطريقه دي وتدعوا لي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ودعمينا بقى عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بقى هدوق العيش باللحمه ليحيى وخليه يقول لكم رايه. شوفوا يحيى بقى هو بياكله، قول رايه بقى.
جوسي. لا كل باللحمه كده عشان يبان الاكل. باللحمه. خد اقطم من ده. بصوا اقول لكم تجربوا طعمه حلو. قول لهم ايه بقى يا يحيى؟ انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام. طب هات حته طيب. ماشي.